ايه يا بوب، انت لسه نايم نفس النوم من امبارح؟ برو سيبني النبي، انا مش قادر، حاسس ان ما عنديش طاقه خالص. كده بريحت من نومك عليها يا بارد. فوق نفسك بس كده واتحرك شويه. لا، ما انا قمت قبل كده وما حصلش حاجه. قوم بس هزها شويه كده وانت تبقى حلو وتعجبنا كلنا. النهارده اجازه والدنيا مريحه زي الكنبه اللي انا قاعد عليها كده. ريح انت بقى من دماغي واطلع بره. ماشي. طب خد حبتين تفاح طيب. طب شويه شيبسي. يلا. قبل ما جسمك يبقى جسم كان فكره صممت على مدار ملايين السنين للحركه. ولو بصيت كويس هتفهم ليه ربنا قال وهو الذي جعل لكم في الارض ذلولا فامشوا في مناكبها. الارض يا صديقي مهيئه للحركه والتنقل لان الحركه جزء من طبيعتك. طب لو سالتك انت ليه لما بتتحرك بتحس نفسك مرتاح؟ يعني فيزياء يعني، ما هي سهله يا كينج، ما انت قلت لي 100 مره عشان الرياضه مفيده. احب اقول لك مش كده بس يا صديقي، الاجابه اعمق من كده بكتير. اسمع، جسم الانسان مخلوق للحركه، مش مخلوق عشان يقعد على كرسي طول اليوم. كل خليه، كل عضله، كل مفصل معمول يقول لك حاجه واحده بس: حركني وانا احرك حياتك. قوم هز نفسك كده. من الاف السنين والانسان كان بيمشي عشرات الكيلومترات يسعى ويدور ويتحرك ويجاهد على لقمه عيشه، وده نفس المعنى اللي ربنا قاله: ان ليس للانسان الا ما سعى. السعي حركه، القلب والرئه والجهاز العصبي حتى المخ اتبنوا للحركه. لما بتتحرك بيحصل شيء مرعب وجميل في نفس الوقت. دماغك بيفرز البي دي ان اف، وده سماد عصبي، ماده بتخلي عقلك يتجدد وتعدل الوصلات العصبيه اللي اتبهدلت من الضغط والقلق. بعدها تفرز ماده الدوبامين اللي بيقول لك كمل انت ماشي صح. علشان ده يا صديقي اسعى واتحرك وامشي في حياتك. حتى حاجه بسيطه زي مشي خفيف هوا نضيف تخليك تحس انك جددت يومك كده وهديت شويه. طب ما تقول لي كده يا ابو حميد، احنا ليه لما بنقعد كتير بنتعب؟ لان جسمك كده ببساطه بيخش في حاله انقراض بطيء، الاشارات العصبيه بتقل، الهرمونات بتتلخبط، الحرق بينزل وينزل كمان معاه المزاج يا صديقي. يعني جسمك بيعاقبك؟ لا، هو بس مش فاهم الا الحركه. اول لما تتحرك حتى لو خطوه واحده الجهاز العصبي بيفوق، وبين دقيقه للتانيه يخف القلق ويهدى فرط التفكير، يرتاح القلب ويبدا يراجع توازنه. الفرق ما بين حد ناجح وحد تايه يا صديقي في معظم الاوقات هو ان واحد اختار يتحرك والتاني اختار يستنى. يعني ما توصلش سن ال 40 وتبدا تمسك الريموت وتقعد على التلفزيون تقول انا عجزت ومش قادر اتحرك، يا بطني يا جسمي. اتحرك. زي ما في دراسه وورد بروتون 2006 نشرت في الجمعيه الكنديه الطبيه CMAJ، والخلاصه هنا بتقول ان التمرين المنتظم بيقلل نسبه الامراض المزمنه والوفاه المبكره. وبرده زي ما في دراسه ياسن وولو بلان 2010 نشرت في مجال التغذيه والسلوك البدني الدولي EJBMPA. النشاط البدني بيدعم ويعزز صحه القلب والعظام والحاله النفسيه للمراهقين والاطفال. وبرده زي ما جه في مراكز مكافحه الامراض CDC 2024 ان برده النشاط البدني المستمر بيعزز صحه القلب ويقلل حدوث السكته الدماغيه. الدراسات العلميه بتقول ان الجسم عنده ذاكره حركيه مش موجوده في الدماغ. الجسم بيسجل طريقه وقفتك وخطواتك ونوع تنفسك ومستوى نشاطك وكمان اوقات نشاطك في اليوم. ولما الحركه بتقل ده بيقلل المزاج ويقلل الطاقه ويخلي الشهيه تتلخبط والدماغ تحس ان اليوم تقيل. ولما تزيد الحركه الجسم يرجع يشغل الذاكره الحركيه من تاني وده يعمل ريسيت شامل للجسم. الحركه يا صديقي مش نظام تشغيل، الحركه تحديث لنظام التشغيل في الجسم. النسيج الملفوف حوالين العضلات لما الهياكل تتشد تبعت اشارات ضغط للجهاز العصبي، ولما تبدا تتحرك تحرك معاها الفشه. وايه الفشه دي يا ابو حميد؟ ما تقلقش يا صديقي، انا مش هسيبك تتوه. الفشه دي يا صديقي ده نسيج ضم بيغطي كل حاجه في الجسم: عضلات، عظام، اعصاب، اوعيه دمويه، اعضاء داخليه، كل اللي قلبك يحب. تخيلها كده يا صديقي عامله زي شبكه العنكبوت اللي رابطه كل حاجه ببعضها، ولما تتحرك فتفكها وتقلل الضغط على الجهاز العصبي. الحركه بتزود تدفق ضخ الدم في الجسم من 20 ل 30% في الدقيقه الواحده. الله، ده حلو الكلام ده بقى على كده. وده يعمل ايه بقى يا ابو حميد؟ ريح انت بس واسمع كلمتين. ده من الاخر كده يا صديقي يحسن المزاج والتركيز ويخليك تفكر اسرع وتاخد قرارات اوضح. وفي حركه الصبح يا صديقي معجزه الهيه. 5 دقايق الصبح بس بعد ما تصحى من النوم قادر ترفع الكورتيزول الطبيعي في الجسم وتقلل الكورتيزول الضار. يعني يومك كله يتعدل من تمشيه الصبح. الدماغ بيبقى عنده نظام اسمه النظام التوقعي، يعني بيتوقع اليوم هيمشي معاك ازاي. لو صحيت وفضلت قاعد فالمخ يتوقع يوم بطيء، ولو اتمشيت شويه الصبح وعملت اطالات خفيفه المخ يتوقع يوم نشيط. وقبل ما تاخد اي قرار قوم حرك جسمك وتنفس صح لمده 3 دقائق. ده قادر ينقل القرار من رد فعل لتفكير منطقي. وبرضه يا صديقي لو قاعد مخنوق ومش عارف تركز ما تخشش تريح على طول، قوم حرك جسمك حتى لو دقيقه واحده وبعدين ريح. يا اخي والله انا تعبت، والله عجوبه الجسم ده عجوبه. وكده يبقى خلصنا حلقتنا، وما تنساش تنزل تبص على المصادر تحت وتعمل لي لايك وشير وكومنت عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد الشيمي بطل مصر والماني في رياضه الكيك بوكسنج.